تدعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا. أثار افتتاح مقهى جديد في مدينة وهران الجزائرية باسم ستاربكس جدلا واسعا في الجزائر، ولكن سرعان ما تحول هذا الحدث إلى فضيحة كارثية تورط مسؤولي البلاد في قضية تطوير جديدة تكشف عن حالة من الفوضى في بلاد الكابرانات. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، كشفت تقارير إعلامية أن صاحب المقهى المزيف قد قام بسرقة كافة التفاصيل المتعلقة بديكور ومنتجات ومشروبات الشركة الأمريكية ستاربكس بدون أدنى مراعاة أو أي ترخيص قانوني. وهذا الأمر لفت الانتباه خصوصا لأن مشاريع مثل هذه تتطلب موافقات رسمية من الشركة الأم، وهو ما لم يحدث في بلد يعاني من مشاكل سابقة في هذا الصدد. وعندما تحول الأمر إلى فضيحة وأصبح موضوعا مهما للإعلام العالمي، تدخلت الشركة الأمريكية وأكدت أنها لم تقم أبدا بفتح فرع جديد في وهران الجزائرية.